حي الميدان الدمشقي يعبرون عن غضبهم وسخطهم على ما خلفه العمل الإرهابي من أضرار بشرية ومادية انعكست على أمن واستقرار حيهم. أضرار مادية كبيرة بالجوامع والمحال التجارية والسيارات والأبنية المجاورة أصابت حي الميدان في وسط دمشق خلفها التفجير الإرهابي. نحن مطعم الشعار هون أبو هيثم، العالم عندنا هون الطاولات كلها تسلتت العالم والصحون والمعالق والطاولات والكراسي وهربت يعني بشكل عشوائي لأنه ما حدا عرفان شو القصة وشو اللي صار. وبعدين نحن لما طلعنا وشفنا الشهداء بهالأرض هاي عمل إجرامي بشع. العمل الآثم الذي قامت به المجموعات الإرهابية يستهدف الشعب السوري في أمنه وحياته، هدفه إيقاع أكبر عدد من الضحايا الأبرياء في هذا الحي المكتظ بالسكان. أنا خادم جامعة الخانقية، في الساعة 11 إلا 5 دقائق صار انفجار، يعني تأثرنا تأثير كان في كم مصلي جاي بيجوا بكير بيقروا قرآن، ما عاد فيهم يعدوا ولا بشكل لأنه الإزاز والطاير والشبابيك انفتحت وتكسر الإزاز والابواب تضربت وحاله يعني يرثى لها. فقدت المدرسه، لقيت البلور كله نازل على الارض تقريبا، وهي شافت عينك هي البلور فوقنا هون وهون واقع وفوق بالصفوف كمان. اي وطلعت لبرا شفت الانفجار اللي صاير، لقيت في الناس على الارض وجرحى كثير وناس اشلاء كثيره. سياسة القتل التي يمارسها الإرهاب بكافة أشكاله لن تزيد الشعب السوري إلا صمودا وإصرارا على التمسك بالحياة ومتابعة بناء وطنهم سوريا. الإرهاب